من خامات بسيطة موجودة في كل بيت هنعمل منظمات في منتهى الشياكة نجدد بيها المطبخ على رمضان، أو عامة هنجدد المطبخ بحاجات جميلة جدا ومش مكلفة خالص. نبدأ بسم الله. وأول حاجة هنقدر نعمل منها منظمات في منتهى الجمال وعملية جدا ومتينة، الشنط الكرتون. شنط بقى هدايا عندك مش بتستخدميها، شنط مشتريات، أهم حاجة شنط كرتون بالشكل ده. قسمتها نصين وهدخلهم في بعض بالطريقة دي، وبعد كده هشيل الحبل بتاعها اللي هو الإيد، وطبعا هثبت ما بينهم بالشمع بالطريقة دي. وبعد كده هستخدم بقى قماش، هنعمل على الحرف بالظبط الشمع على الطرف من فوق كده على الحرف بس، لان اللي انا بغلفه بيه ده هدخله لجوه، هعمله كفر داخلي. فهنثبت على الحروف حته حته كده. كان الشمع نشف مني قبل ما احط القماشه، هعيد بقى عليها تاني وهثبت على الاحرف بالطريقه دي. حته حته هنمشي بالشمع، خليكي حته حته علشان الشمع ما يجفش منك، علشان احنا في الشتاء طبعا فالشمع بينشف بسرعه. وبعد كده هوصل الطرفين ببعض علشان تبقى مقفوله من الجنب، اللي هو النقطه دي بقى اللي هيبقى ايه، الطرف ده مع الطرف ده هيتلاقوا كده. هنثبتهم على بعض بالشمع بالطريقه دي، يعني هنقفلها وهنقص الزياده بالمقص بقى. هنشيل الزيادة بالطريقة دي، وبعد كده هنقلبها كلها لجوه. وقبل ما ادخلها لجوه في العلبة هحط شمع على العلبة علشان تثبت معايا البطانة الداخلية او الكفر الداخلي. برضو هنثبته كده بايدينا. كل منظم هنعمله النهاردة او في الفيديو ده هيبقى مختلف عن التاني خالص، يعني طريقة التغليف هتبقى مختلفة عشان تختاري الطريقة اللي تناسبك. هنا جبت قطعة كرتونة على مقاس القاعدة، وهغلفها بقطعة قماش على وش واحد، واحط لها شمع وانزل بيها كده على القاعدة من جوه. يبقى كده غلفناه كله من جوه. من بره بقى هنختار اي قطعة قماش اللي احنا هنختارها للكفر الخارجي. كل القماش اللي بستخدمه من ملابس قديمة، يعني مش هنجيب حاجة خالص ولا هنكلف نفسنا، نستخدم حاجات من البيت علشان الفكرة ان احنا هنعمل حاجات مش مكلفة خالص. طبعا احنا عارفين الظروف اللي كلنا بنمر بيها، الغلا وكل حاجة بقت غالية جدا، فالفكرة ان احنا نعمل حاجات من مخلفات البيت ومش مكلفة. وهنا هثبت على القاعدة واحط برضو قطعة قماش بالشكل ده، هثبتها. خدتها مقاس القاعدة كده بس اقل بسنتي علشان ما يطلعش منها الحروف لبره، ويبقى الفينش بتاعي حلو كده. غلفتها كلها اهو من بره ومن جوه بشريط الخيش بقى. مش كلنا عندنا شريط الخيش ده، ممكن تستخدمي اي شريط، قطعة جلد، حزام جلد من شنطة قديمة، قطعة قماش، شريط ستان، اي شريط تزيين عندك من ملابس قديمة. المهم ان احنا نعمل لها اطار كده، اي تزيين بقى. الخامات المتاحة عندك نفذيها، انت معاك الفكرة الاساسية ونفذي بالخامات اللي عندك. وشريط الخيش اللي انا بستخدمه ده مش غالي خالص، كل منتجات الخيش بتبقى سعرها كويس جدا. هنا هثبته على الاحرف بعد ما عملت اليدين اللي على الجناب اللي احنا شفناهم. حطيت اليدين الاول وبعد كده هحط الاطار الخارجي بتاع شريط الخيش. وهنا قطعة قماش خيش كانت من البواقي عندي، هعملها مربع كده. ممكن تستخدمي قطعة قماش عادية جدا لونها اسود مثلا، او اي لون ماشي مع لون القماشة اللي تحتها. هعمل لها مربع كده واحط لها 4 فصوص زي المنظمات اللي بنشوفها جاهزة وبتبقى بمبالغ كبيرة قوي. بصوا بقى القماش طبعا ادى متانة للكرتونة او للشنطة الكرتون اللي عملناها، واحنا كده كده حاطين طبقتين جوه بعض مع القماش. والله عملي جدا وهيقعد معاكي فترة كبيرة قوي. ممكن تستخدميه زي كده، تحطي فيه الصوصات بتاعتك، حتى لو ازازة الخل وازازة الزيت،
اي ازايز متاحة عندك. بيلم كل حاجة وبيبقى شكله شيك قوي، يعني بيروق المطبخ وهيفضيلك الرخامة خالص. دي شنطة تانية عملتها بنفس الطريقة، قسمتها وحطيت النصين جوه بعض وشلت اليد بتاعتها اللي هي اللي بتبقى مصنوعة من الخيط. هنا بقى انا هثبت على الاحرف، بس هثبت الكفر الخارجي، مش هعمل كفر داخلي. هقول لكم هنعمله بايه. دي طريقة مختلفة للتغليف برضو علشان تشوفي الطريقة الانسب لك، وممكن تعملي طريقتين عادي. هنا انا هغلفها من بره كلها بالقماش، كلها قطع قماش من بواقي الحاجات اللي انا كنت بستخدمها في الفيديوهات، ومن ملابس قديمة، طرحة قديمة، مفيش حاجة بتترمي. هثبتها برضو على القاعدة من بره كده، واحط لها قطعة قماش من بره كده. انا غلفتها كلها من بره. قطعة كرتون بقى مش هنغلفها خالص، هثبتها جوه كده. هنعمل لها بقى كيس كده. ده جزء من بادي قديم عندي، اخدت الجزء اللي من تحت وقفلته على قد الكرتونة اللي انا عملتها، وهاجي عند الزوايا بتاعته من تحت كده هتنيها. شايفين الزاوية دي كده؟ هتنيها بالشكل ده عشان يديني شكل المربع من تحت، يعني يعمل لي قاعدة كده مربعة. وهاجي برضو الناحية التانية عند الزاوية اللي من تحت هقفلها كده بالشمع، وزي ما هو كده، هو كده على القلبة زي ما هو كده هندخله، مش هنلزق خالص. الفكرة دي شفتها في منظمات جاهزة. هنحطه كده بس كده. هنجيب برضو قطعة من نفس لون البادي علشان بقى يمشي مع الكفر كده ويبقى الالوان متناسقة مع بعضها. قطعة كده مربعة وهثبتها بالشمع، وهحط لها 4 فصوص بالطريقة دي. الحتة دي اللي بتخليه شكله زي الجاهز بالظبط. بصوا كده بقى، خلاص هو خلص، منظم جميل وسهل، شكله تحفة تحفة تحفة. هنا ممكن تحطي فيه الاكياس اللي انتي فتحتيها واستخدمتي منها، وهنا انا ببقى قافلاها بمشبك كده من فوق، وجمعنا فيها كل الاكياس الرز والمكرونة اللي انتي هتستخدميهم او استخدمتيهم، وباقي نص الكيس او حاجة. برضو دي فكرة جميلة جدا. دي علبة سمنة دخلت فيها كم تيشيرت زي ما احنا شايفين كده، ده بقى بسهولة جدا. وهنا خدت الغطا، خدته على مقاس القاعدة، شلت الاحرف بتاعة غطا العلبة وهثبته لجوه. انا ما لزقتش خالص الغطا، لما حطيت عليه شمع يثبت القاعدة من جوه خالص. وهنا هشد القماش كله على القاعدة الخارجية، ودي قطعة كرتون مغلفة برضو بقطعة قماش، وهثبتها على القاعدة من بره. وبشريط الخيش هعمل لها اطار من تحت كده صفين، وهعمل لها من الجنب اللي هو القفلة بتاعة الخيش، هعمل لها من الجنب كده زي ودن كده او ايد. دي شكل مختلف بقى، ده منظم كده، ممكن يتعلق وممكن يتحط برضو على الرخامة. غلفناها كلها حتى الحرف بتاع العلبة من جوه اللي هو بيعور، خلاص احنا غلفناها من جوه. بعد ما حطيت الايد هثبت بقى فوقيها على الحرف من فوق كده شريط الخيش عشان يديني فينش حلو، ويقفل بقى ايه الكفر بتاعي خالص. الفكرة دي بسيطة جدا بس جميلة. دي بقى ممكن نستخدمها لمناديل المطبخ، وممكن نحط فيها ازازة الزيت. انا حطيت لكم فيها مناديل المطبخ لان انا مش بستخدم ازازة الزيت اللي هي الحجم الصغير، اللي موجودة عندي دلوقتي كبيرة. لو عندك ازازة صغيرة حطيها فيها.